السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الخبيره بمكتة، مساله جديده قرطه. غير البارح الحكومه صدقت على واحد القانون ولا مشروع القانون ديال العقوبات البديله. شنو هي العقوبات البديله؟ هي واحد العقوبات 3 بالضبط دارتها الحكومه باش تكون بديله للحبس. علاش؟ لانه سنوات هذه وهذا المشروع كيتناقش ولا هذا الموضوع كيتناقش. الحكومه ولا الدوله كتشوف ان المؤسسات السجنيه كتعرف واحد الاكتظاظ، الحباسات عمرو، وشافت في الاحصائيات ديالها ان اكثر من 44% ديال هاد النزلاء ديال هاد المحابس محكومين بمده قليله، قل من عام، وفي جرائم ماشي شي حاجه خايبه بزاف. ففكروا في هاد العقوبات البديله تكون بديله للحبس، عاود ما يمشي للحبس يدير هاد العقوبات البديله. كنتذكروا كان ناض لاغاط منين ذكر هاد العقوبات البديله السي وهبي وزير العدل، وبالضبط على واحد النقطه قال انه يمكن لشي واحد تحكم بالحبس يشري النهارات ديالو. فالناس ما تقبلوش هادشي، وفعلا بهذا المشروع القانون اللي خرج البارح تحيدات هذيك القضيه ديال شريان الحبس. بقاو 3 د الحوايج. الاولى هي العمل للمنفعه العامه، تعمل واحد عدد الساعات على حسب شحال تحكم عليك من شهر ولا من نهار، كيصرفوه ليك غتعمل ولا غتخدم ساعات للمنفعه العامه. كتخدم لمصالح الدوله ولا الجماعات الترابيه ولا الجمعيات والمؤسسات اللي كتخدم المصلحه العامه ولا الجوامع ولا الخيريات ولا اي حاجه فيها المنفعه العامه لعموم المواطنين. وكما قلت كيتحكم بالسوايع. كيفاش هاد السوايع؟ السوايع كتكون ما بين 40 ساعه حتى 1000 ساعه، كتحسب على 2 سوايع على كل نهار ديال الحبس. مثلا واحد تحكم بعام ديال الحبس وعاود ما يمشي يدوز هذاك العام ديال الحبس وصرفها سوايع ديال العمل للمنفعه العامه، غيدير تقريبا 730 ساعه ديال العمل للمنفعه العامه، اي 2 سوايع على كل نهار ديال الحبس. العقوبه البديله الثانيه هي المراقبه الالكترونيه. كتعرفوها كتشوفوها يمكن في الافلام، راه كاينه في الدول الاوروبيه وفي ميريكان شحال هادي كيديروا له واحد البراسلي الكترونيك، واحد السوار الكتروني، يا اما في يدو يا اما في رجليه، وكيحدوا له مثلا انه يجلس في دارو ما يخرجش. وداك السوار الالكتروني ولا داك البراسلي الا خرج هو كيبان عندهم انه فات داك المحيط اللي محدد مثلا ما يخرجش منه، اللي هو دارو مثلا ولا الدرب ديالو. وكاضافه لهذه القضيه ديال المراقبه الالكترونيه ولا هذا السوار الالكتروني، الا خسرتيه ولا هربتي فتي ديك البلاصه ومشيتي هربتي به ولا حاولتي تلعب فيه باش ما يعطيش الاشاره، فراه يمكن تحكم من شهر حتى 3 شهور الحبس، ومن 2000 درهم حتى ل 5000 درهم ديال الغرامه. البديل الثالث ديال العقوبه الحبسيه من بعد قلنا العمل للمنفعه العامه، هذاك السوار الالكتروني كاين واحد الحاجه سميتها تقييد بعض الحقوق والتاهيل والعلاج. مثلا انك تختار ان بعض الحقوق ديالك تقيد، وانك مثلا تخضع للتاهيل والعلاج، خصوصا بالنسبه للناس ديال الادمان وغيره. علاش تقيد بعض هذه الحقوق؟ مثلا انه يقولوا لك انت ساكن في هذا الحي ما تخرجش منه، ولا مثلا يقولوا لك يوميا خصك تمشي للبوست ديال البوليس ولا لا بريغاد جدارميه سني انك كاين تما ما خرجتيش ما درتي حتى حاجه، ولا مثلا يمنعوا عليك تمشي لشي بلايص محددين، ولا تمشي مثلا لشي بلايص في شي توقيت محدد، ولا انك مثلا تواصل مع العائله ولا الناس اللي كانوا ضحايا ديال الجريمه ديالك. ويمكن تكون العقوبه انك تمشي دير التاهيل، تمشي دير واحد التاهيل ولا واحد العلاج بحال داكشي ديال مصحه علاج الادمان. ولكن كاين واحد النقطه اخرى خصنا نشيروا لها، كاين شي احكام ولا شي تهم الا تحكمتي بها ما يمكن تستافد من هذه العقوبات البديله، ضروري غدير العقوبه التقليديه ولا العقوبه الحبسيه. شنو هي هذه الحالات؟ هي الحالات اللي عاودتي الا مثلا درتي شي جريمه ورجعتي عاودتيها ما تستافدش من هذه العقوبات البديله، ولا تهم كتمس امن الدوله ولا داكشي ديال الارهاب، تهم ديال الاختلاس والرشوه وتبديل الاموال العموميه واستغلال النفوذ، حتى هي ما يمكنش المتهم فيها ولا المحكوم فيها يستافد من هذه العقوبات البديله. غسيل الاموال ولا الاتجار الدولي في المخدرات ولا الاتجار في المؤثرات العقليه، داكشي ديال القرقوبي وداكشي، ولا الاتجار في الاعضاء البشريه، واخيرا هي الاستغلال الجنسي للقاصرين ولا الاشخاص ذوي الاعاقه. هذه تهم كلها الا كنتي تحكمتي بها ما يمكنش تستافد من هذه العقوبات البديله. كنتمنى نكون وصلت لكم المستجدات ديال هذا المشروع القانون اللي مازال غيدوز البرلمان يصوت عليه، وغالبا غيصوت عليه، عاد يخرج في الجريده الرسميه، عاد يولي يدار به. شنو بان لكم نتوما في هذا الموضوع ديال العقوبات البديله؟
واش فعلا مزيانه احسن من الحبس، انه واحد يمشي يدخل الحبس ويبقى ياكل ويشرب وينعس على حساب الدوله ولا على حساب المواطنين؟ واش ماشي من الاحسن يدار له هذه العقوبات البديله، خصوصا العمل للمنفعه العامه؟ خليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. تحيه لكم، الله يعاونكم.